السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي الفيديو زي ما انتوا شايفين عن تخزين البسلة. طبعا كلنا عارفين تخزين البسلة وفي كذا طريقة لتخزين البسلة. انا هقول لكم على الطريقة اللي انا بخزن بيها البسلة اللي انا ضمناها، وايه الوقت اللي نخزن فيه البسلة عشان ناخد كمية وفيرة منها ما تهدرش، وايه ممكن الخدعة اللي نتخدع فيها. بس هقول لكم عليها ما تقلقوش. تمام، بصوا البسلة اللهم بارك زي الفصوص اللولي، كلها يعني تقريبا نفس الحجم. فده طبعا هيخلينا برضو المشكلة ان ساعات بنلاقي البسلة حباية تستوي حباية ما تستويش، فنقع في المشكلة دي. لا ان شاء الله مفيش مشاكل. بصوا البسلة زي ما انتوا شايفين، ما تتخضوش. انتوا شايفينها مصفرة، الورقة الخشنة اللي من بره، هي دي افضل بسلة تخزنيها. يعني دي افضل حاجة في البسلة. طبعا مش هنقول اللي هي الخضرة مثلا وحشة، لا، بس دي افضل. دي ما تهدرش معاكي، تديكي كمية وفيرة. هتلاقي كل البسلاية انت واخدة الحبوب بتاعتها كلها. تمام، فانت ما تشوفيش ان البسلة من جوه كده، من بره صفرة، تفتكريها ان هي مش كويسة. لا، بصوا هي من بره صفرة وناشفة، بس من جوه طرية وخضرة ومسكرة، والحباية بحبايتها كده مليانة. فما تقلقوش خالص. طيب دي وقتها امتى؟ انا جبتها امتى؟ كان في اول اسبوع في شهر 3، اللي بيبقى خلاص الموسم بتاع البسلة خلاص، يعني قرب يخلص. وطبعا البسلة من أفضل الخضروات اللي تتخزن، ومعظم الأطفال طبعا بيحبوها جدا جدا جدا. فالبسلة بتدخل في كذا حاجة، يعني مش للطبخ بس، ممكن ندخلها في شوربة الخضار. بنحتاج جدا شوربة الخضار على طول في الصيف وفي الشتاء، فلازم تبقى البسلة موجودة عندنا. تمام، وكمان ممكن نعملها ندخلها وسط الرز، يعني نطبخ الرز بالخضار بالبسلة والجزر. ممكن ندخلها مع رز برضو في حشوات مثلا للفراخ. فليها كذا استخدام. تمام، بصوا شكلها اللهم بارك، لولي، فصوص لولي، كلها نفس الحجم، كلها شكلها كده بيلمع. تمام، هنفصص الكمية بقى كلها من غير غسيل ومن غير حاجة. احنا هنفصص بس، ونحاول ان مفيش حاجة تقع في مكان ما احنا بنفصص من الورق بتاع زرعة البسلة او كده، او ترابية او اي حاجة. لا، كل حاجة، لان اي حاجة مثلا في الطبق نشيلها على طول. تمام، بصوا بصوا الكمية، يعني ما هدرتش. يعني نادر جدا لما تلاقي واحدة فاضية، الواحدة اللي هي مثلا اللي بتبقى حبوبها كده رفيعة وصغيرة، فما بتهدرش بقى معاكي يعني، فبتاخدي كمية حلوة. ان البسلة احنا عارفين نبقى جايبين قد كده، وفي الاخر نلاقيهم شوية قد كده. وطبعا الجزر هنقشره ونقطعه، وبعدين برضو مش هنغسله، يعني احنا هنقشره، هناخده بس من غير قشره، ونقطعه وبعدين نضيفه على البسلة. عايزة تشيلي الجزر في اكياس لوحديه تمام، عايزة تشيليه مع البسلة تمام، بس انا عشان انا بطلعهم اعملهم مع بعض، فبشيلهم مع بعض. لان انا بحس الجزر هو بيدي كمان تسكيرة زيادة عن تسكيرة البسلة، بيدي البسلة تسكيرة زيادة. وكمان بيخلي الصلصة قوامها كده تقيل شوية. تمام، انا هدربهم في طبق اكبر شوية عشان خاطر يختلط الجزر مع البسلة بنفس النسب، ما يبقاش كيس مثلا فيه زيادة وكيس ما فيهوش زيادة. فايه، هلفهم كلهم مع بعض كده، وتقلبيهم تقلبيهم كويس. بصوا، عايزة اقول على حاجة برضو تاني. مثلا كان يعني من فترة كده بيخزنوا القلقاس، او حاليا بيخزنوا القلقاس. كنت بقول لكم ايه، يعني القلقاس مثلا الموسم بتاعه، انا ما بنحبش القلقاس، فمش هروح اخزنه بس عشان هو موسم التخزين بتاعه. لا، انا يعني افضل لي اخزن بداله بسله. يعني انا البسله لو عملت كل يوم بسله مش هيزهقوا من البسله. لكن مثلا السبانخ جربت اخزنها في مره، برضو ما عجبتهمش وما حبوهاش. فمش اي حاجة يبقى موسمها لازم نخزنها. لا، شوفوا انتوا ايه افضل حاجة اللي فعلا بتساعدكم ان انتوا لما تخزنوها بتريحكم وبتوفر معاكم. ما تشيليش هم مثلا دام هي موجودة في الفريزر خلاص، يعني عندك بديل سهل جدا ان الولاد هيرضوا بيه. وقت ما تعمليه وهيرضوا. يعني انا لو عندي بسلة مثلا، او اسأل ولاد هتاكلوا ايه، عندك بسلة؟ لو عندي بسلة خلاص المشكلة اتحلت، خلاص يبقى اعملي بسلة. تمام، فزي ما بقول لكم كده،
هتختاروها عاملة ازاي؟ هتختاروها اللي هي قشرتها صفرة، تكون خشنة، تكون مليانة من جوه، كل حبوبها مليانة. وافتحوا واحدة وشوفوها، هتلاقوها كلها كده يعني لونها زي ما انتم شايفين كده خضرة وما فيهاش اي مشكلة. وتحطوها في الاكياس وتفرزوها. لما تيجوا تسووها تطلعوها من الفريزر على طول على الحلة، ما تطلعوهاش تفك. تاني حاجة، هي لو متفرزة كويس هتبقى مفرطة من بعضها، يعني حتى لو الكيس مثلا انت مش عايزة الكمية كلها اللي في الكيس، ممكن تفتحيه وتاخدي على قد ما انت محتاجة، وهتربطيه وتحطيه وتحطيه تاني، يعني مش هيبقى فيه مشكلة خالص ادام متفرزة صح. تمام. يا رب اكون فدتكم باي معلومة في الفيديو دوت. انا كيستهم كلهم اهم، وهربطهم بقى. هنربط الكيس، هنمسك الكيس نطلع منه الهواء، هنطلع منه الهواء على قد ما نقدر، وبعدين نربط الربطة، نحاول نربطها من فوق شوية ونسحب على فوق. يعني بعد ما نربطها كده واحنا برضو بنقفل كويس، سحبينها على فوق عشان نسيب مساحة نفرد فيها الكيس يبقى مبطط. عشان الكيس لو مبطط لما تيجي اللي تطلعيه برضو هيبقى سهل. يعني احنا نحاول الحاجة تبقى شكلها منتظم كده، عشان لما تطلعيها لو حتى عايزة تاخدي نص الكيس هتعرفي بصباعك كده تحددي نص الكيس بايدك وتروحي مطلعه وتقفلي على الباقي، وهو زي ما هو شكله مبطط وحلو. تمام. انا اهو هقفلهم كلهم زي ما قلت لكم. هنطلع الهواء ونربط الربطة، وبعدين نحاول نفرد البسلة بالجزر تاني في الكيس ونحطها في الفريزر. انا مش تقريبا كده قلت لكم كل حاجة انا عايزة اقولها لكم على البسلة. يا رب كده تكونوا استفدتوا، واللي عنده طريقة تانية ضامنها ومجربها يقول لي. يلا، كل سنة وانتم طيبين يا رب، ودايما كده بيدكم عمرنا بالخير يا رب دايما، وكل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو. مع السلامة.